قصة اليمني مع الحجاج ابن يوسف من أجمل ما تسمع. كان الحجاج في مكة فرأى رجل في الطواف، قال هذا الرجل من أهل اليمن، يبدو أنه من أهل اليمن، عرفه من زيه وتقاسيم وجهه، فقالوا يبدو ذلك. قال نادوه أحضروا. ذهبوا إليه وقالوا وأنت من أهل اليمن؟ قال نعم. قالوا الأمير يناديك. جاء إلى الحجاج ووقف بين يدي الحجاج، قال له أنت من أهل اليمن؟ قال نعم. قال أوتعرف أمير اليمن أميركم؟ قال إنه محمد ابن يوسف الثقفي. نعم. قال ما تقول فيه؟ قال إنه طاغوت وأعدى أعداء الله، قبحه الله أينما وجد، ولا والله الله أمر مسلم. اهتز الحجاج وقال أوما تعرف أنه أخي؟ هذا اللي قاعد تسبه. قال بلى أعرف. وأنت أوما تعرف أن الله ربي؟ قال الحجاج إلي عد إلى الطواف وأكمل طوافك. أهل اليمن حكمة وإيمان.